ازيكم يا حبايب المرفان. طبعا انتوا عارفين لا خميس لا جمعه اكله المصريين المحشي الكوسه والبتنجان. طبعا من يوم عزومه اختي يا جماعه ما عملتش محشي، بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك القناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كله بالبلد مع مرفان، كل جديد في جديد مع مرفان، بس اهم حاجه صلوا على النبي يا جماعه. النهارده هنعمل معاكم محشي يا جماعه. النهارده الجمعه وانتوا عارفين اجهز كل حاجه في ساعتها عشان الاكل يبقى صابح وفريش كده. وهنا جبت دي كانت عندي لحمه في الفريزر وقلت اسيبها كده اعملها. يبقى هنعمل محشي ومحشي مشكل كده بتنجان وكوسه وفلفل وهنعمل لحمه معاكم. فخليكم بقى معايا اللي لسه مبتدئه ولسه بتتعلم تخديعه المحشي ازاي بتعمليها، تكات ام روفان التكه بتاعت التخديعه. تعالوا معايا وانا اقول لكم. هنا بقى نبدا معاكم. هنا حطيت مكعب زبده، ده انا ما عنديش سمنه وعليهم زيت. ماشي، ونولع النار بقى يا جماعه. ماشي، هنبدا نحط البصله. خليكم بقى معايا كده. حطينا البصله يا جماعه. طب نبدا نحط اللحمه كمان. ماشي، نبدا نحط اللحمه. تعالوا كده نحط اللحمه معاكم. ايه، حطينا التوابل يا جماعه، بصل وورق لورا وفلفل اسمر. دي اللي انا بحطها على اللحمه بس. نبدا بقى نحط الطماطم يا جماعه معاكم. ماشي بقى يا جماعه، حطينا التخديعه اهو بعد ما حطينا البصل. ماشي، يبقى بصل وزبده. انا اللي عنده سمنه ماشي، بس انا ما كانش عندي سمنه فحطيت زبده اللي هي الكريستال دي وحطيت زيت عليها. نبدا بقى ايه، نسيب الطماطم تتسبك وبعد كده يا جماعه نبقى ايه. نسيت اجيب قرن شطه ثانيه، خليكم معايا. نبدا بقى نحط الشطه يا جماعه. طبعا دي التكه بتاعت التخديعه بتاعتي الشطه. ماشي، حطينا التخديعه اهو يا جماعه. الطماطم اتسبكت شويه وقمنا ايه ساقطين التخديعه كده. ايه، خلصنا مرحله التخديع. ماشي، نسيبها بقى تتسبك شويه كده، تاخد وتيجي معاها كده مع الخضار. وبعد كده ايه، نقور البتنجان معاكم. ماشي، واللحمه علقت عليها كمان اهو كده يا جماعه. يوم الجمعه ده بيبقى ايه، بيبقى يوم قصير. الدنيا بتفضل يعني ايه، بتجيب بسرعه. نحط الحلل بقى كده. ماشي، نحط الحلل بقى كده ونودي الحله هناك كده. ماشي كده يبقى ايه، خلصنا اهو كده خلاص. ماشي، فخليكم بقى معايا. شوف هنعمل ايه تاني مع المروفان. هعمل لسان عصفور. خليكم بقى معايا كمان. بس طبعا لسان عصفور كلكم بتعرفوا، يعني ما ترصوش، يعني كلكم بتعرفوا تعملوا لسان عصفور. فانا خليكم بقى معايا لنهايه الفيديو وتشوفوا اليوم الجمعه الروتين بتاع المروفان ليوم الجمعه. بحبكم، خليكم معايا اوعوا تمشوا. اهم حاجه اللي ما عملش لايك وهو بيتفرج على الفيديو حالا ينزل على طول يعمل لايك. بحبكم. كده بقى يا جماعه قورنا البتنجان اهو بصوا يا جماعه. بصوا بحشي معاكم اهو روفان اللي ما بتريحش. هنا بقى ايه بنقور يوم الجمعه يا جماعه. والله يوم الجمعه ده معاناه لكل ست مصريه طالبين المحشي لا الخميس لا الجمعه. فانا كمان ما عملتش محشي الخميس، كان عندي اكل فايض. فايه احنا بنعمله حالا. هما بيصلوا يا جماعه فبيجوا طبيعي. انا عملت اللحمه وعملت لسان العصفور وقلت ايه يا دوبك ايه اقور البتنجان. تعالي يا روفي، اقور البتنجان وكده ايه يبقى مفيش الا البتنجان اللي هيتقور ويتحشي. خليكم بقى معايا كده عشان ما اضغطش عليكم. هنا بقى يا جماعه بصوا سقيت الشوربه اهو. ما كترتش الشوربه قوي لان انتوا عارفين ان الكوسه بتنزل ميتها، فدي كفايه اول ميه عشان خاطر المحشي يبقى مفلفل وجميل. يا مبتدئه ادخلي عند ام روفان عشان تعملي لجوزك النهارده الجمعه اكله حرشه كده ياكلها وتفاجئيه كده حله محشي حلوه كده. يبقى خلصنا المحشي بتنجان وكوسه وفلفل. ماشي، بدات هتقولي كل الناس بتعرف تعمل محشي، بس روتيني مش كل الناس بتعرف تعمل محشي. ما احنا كلنا بنعرف نعمل محشي. روتيني الست المبتدئه اللي بتدور على اي قناه تتعلم فيها اكله زي دي. مش اي حد يعمل محشي، مش اي حد يعمل تخديعه، مش اي حد يعني كده يعني. وهنا اللحمه بغليها لان كنت عاملاها بس قلت اغلي الشرب ولسان العصفور. فخليكم بقى معايا لحد ما المحشي يخلص ونشوف ام روفان مفاجئكم بايه تاني. مع نهايه الاكل روفان، ايه رايك في الاكل يا روفان؟ هي لسه ما دقتش، هي مالهاش في الاكل ده. ايه رايكم؟
ده نهايه الاكل يا جماعه، بتنجان وكوسه على فلفل وسلطه بقى، شويه سلطه في الجون بتاعه المروفان وشوربه وشوربه لسان عصفور طبقين اهو، وطبق ملوخيه وطبق الترشي بتاع رمضان. انا محسساكم باجواء رمضان الايام دي يا جماعه. ده طبق الترشي بتاع رمضان يا جماعه. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ العيال بقى جاعوا فمعلش. هناكل وبعد كده هروح اختم معاكم الفيديو. بحبكم. بس اهم حاجه وانتوا بتتفرجوا كده لحد الوقت ده، لايكاتكم بقى واشتراكاتكم لو كنت نسيتوا. ايه رايك يا روفان في شكل الاكل؟ حلو. دي معاناة الست المصرية يوم الجمعة لما أولادها وجوزها يطلبوا منها محشي. بحبكم. بقى أفصل معاكم بقى إيه، أبدأ إيه اتلخبطت الاكل بقى والله، انا تعبت والله النهارده. قلت بقى ايه اختم معاكم الفيديو. طبعا كلنا وشربنا الشاي، قلت اظبط الدنيا كلها وبعد كده اجي اختم معاكم الفيديو. فلو عجبكم الاكل بتاعنا النهارده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام مرفان، كل جديد في جديد مع ام مرفان. روتين خفيف كده. لا هو مش خفيف، هو يوم المحشي ده ما بيبقاش خفيف. اول ما اكون مصطلة كنت انا مخلصه وبص وكله تحت السيطره. بحبكم. اللي دخل عندي جديد لايكاتكم بقى وتعليقاتكم الجميله بتاعه المروفات. بحبكم. باي باي.